السلام عليكم. بعد ما خلاص كان في النادي الاهلي عودة الفخوري بنسبه 100% في نادي بيراميدز، وهنعرف الاسباب في حلقه النهارده. برضه هكلمك عن المهاجم الجزائري منصف بكرار. المهاجم ده يستحق ان هو برضه ينضم للنادي الاهلي. طب هو اللي افضل او جراديشار؟ ده كله هنعرفه برضه في حلقه النهارده. وهنتكلم برضه عن انضمام هيثم حسن للمنتخب. برضه في حلقه النهارده هكلمك عن بيع محمد علي بن رمضان. النادي الاهلي بيبحث عن عروض لمحمد علي بن رمضان. ده كله برضه هنعرفه في حلقه النهارده. وهادي رياض هينضم للنادي الاهلي ولا لا؟ ده كله هنعرف في حلقه النهارده. بس قبل ما نبدا عايزك تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، تشترك في القناه وتعمل لايك، وخاصه تشترك في القناه عشان فاضل 250 مشترك فقط ونوصل لاول 1000 مشترك باذن الله. فيلا نبدا حلقتنا بعوده الفخوري، اللاعب الجناح المميز اللي كان خلاص مع النادي الاهلي بنسبه 99%، لكن بيراميدز دخل في الصفقه وغيرها، وده بسبب بطء النادي الاهلي المعروف. بيراميدز دلوقتي بقى عدو النادي الاهلي او بقى منافس النادي الاهلي الاول. يعني النادي الاهلي خلاص كان خلص في اللاعب، زي مثلا حامد حمدان. النادي الاهلي كان خلص في حامد حمدان، دخل بيراميدز خلص حامد حمدان وخد اللاعب والنادي الاهلي كان محتاجه. لكن نيجي نقطه مهمه، النادي الاهلي مثلا دلوقتي ما معهوش الفلوس ان هو يدفع ال 150 الف يورو. لا معاه طبعا. لا النادي الاهلي ما دخلش وخلص في الصفقه على طول. النادي الاهلي بقى عنده بطء في تخليص الصفقات رهيب، بقى يروح منه صفقات جامده جدا بقى تروح لبيراميدز. بيراميدز شويه شويه تلاقيه بياخد كل البطولات منك بسبب تسرع اللاعب، بسبب تسرع الاداره عندهم بتشتغل بتشتغل في صمت. يعني اللاعب مثلا ما كانش حد متوقع ان هو يروح بيراميدز، دلوقتي اللاعب بقى في بيراميدز هو ده الشغل في صمت، ما عرفش الصحفيين انها رايحه تتعاقد مع اللاعب. طب رحت تتعاقد مع اللاعب، اول ما اروح للاعب اخلص معاه على طول، ما استناش اما الصحافه تعرف وده يعرف وده يعرف ان ده يخش في الصفقه. لا، نادي بيراميدز بيشتغل في صمت، ونادي بيراميدز دلوقتي ناجح ومن انجح الانديه اللي في افريقيا وبيشتغل في صمت، ودي تتحسب لاداره نادي بيراميدز. اداره النادي الاهلي فشلت رسميا في التعاقد مع عوده الفخوري. تعالى بعد كده اكلمك عن المهاجم الجزائري منصف بكرار. المهاجم ده لاعب نادي دينامو زغرب الكرواتي، اكبر انديه كرواتيا. المهاجم ده مهاجم كويس جدا جدا، مهاجم مرعب، بيلعب في الدوري الاوروبي، مسجل 3 اهداف من 6 مباريات، ما بيبقاش اساسي، بيبقى بديل وبينزل بيسجل اهداف. لكن انا عندي النقطه الاهم، هو الافضل او جراديشار؟ طب هو افضل من جراديشار بكتير ولا لا؟ دي النقطه اللي لازم نتكلم فيها. المهاجم ده مستواه ومستوى جراديشار متساوي، يعني مش افضل من جراديشار بكتير ولا المهاجم السوبر ستار اللي انت تجيبه وتبني عليه. لا، انت كان عندك مهاجم زي ابراهيم دياباتي، مهاجم مرعب، مهاجم مسجل في الموسم ده بس حوالي 20 هدف. فانت ليه ما رحتش جبت المهاجم ده من الاول؟ لا، المهاجم ده كان قدامك بمليون ونص، يعني بمليون و500 الف يورو، بمليون و50 الف يورو. انت ليه ما رحتش جبت المهاجم ده على طول؟ لا، استنيت، رجعت ليه زي النعيمات، يا زي النعيمات اتصاب، بعدين رجعت لابراهيم دياباتي قال لك ب 300 الف، ب 3 مليون يورو، فانت ما قدرتش تدفع المبلغ. طب انت ليه ما قدرتش تدفع المبلغ؟ انت بايع وسام ابو علي ب 7.5 مليون يورو، 7.5 مليون دولار. اول ما بعت وسام ابو علي ب 7.5 مليون دولار، هتاخد من 7.5 مليون دولار بس 3 مليون تروح تشتري بيهم مهاجم مرعب زي ابراهيم دياباتي. لا، ده ما حصلش في النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بيلاقي مهاجم ب 2 مليون ما بيرضاش يجيبه، ودي حاجه خطا في النادي الاهلي. فيا ريت النادي الاهلي يدور على مهاجم افضل من منصف بكرار، يكون مهاجم ينفع النادي الاهلي في الفتره الجايه. لكن اعتقد المهاجم ده لو جه النادي الاهلي وتطور هيبقى مهاجم كويس. تعالى بعد كده اكلمك عن بيع محمد علي بن رمضان. كل الكلام دلوقتي بيقول لك ان النادي الاهلي عايز يبيع محمد علي بن رمضان، منتظر عروض لمحمد علي بن رمضان. الكلام ده كان قبل ما يجي عرض من جيرونا الاسباني لاليو ديانج، لكن دلوقتي جه عرض لاليو ديانج. اليو ديانج مكانه كان بيلعب في مركز 8 مع يستروب، دلوقتي انت مركز 8 محتاج فيه محمد علي بن رمضان. فهل انت هتطلع اليو ديانج وتطلع محمد علي بن رمضان؟ لا، الكلام ده غلط. ومحمد علي بن رمضان مستمر مع النادي الاهلي، مستمر مع النادي الاهلي، يعني مش هيطلع بره النادي الاهلي. النادي الاهلي محتاجه في الفتره دي، وبعد ما اليو ديانج جاله عروض من اسبانيا ونسبه ان اليو ديانج يقعد في النادي الاهلي نسبه ضئيله جدا جدا، فمحمد علي بن رمضان مستمر مع النادي الاهلي. انا بعد كده اكلمك عن هيثم حسن. هيثم حسن خلاص خلص كل اجراءاته الانضمام لمنتخب مصر، وان شاء الله بنسبه كبيره جدا جدا هيكون مع منتخب مصر في بطوله كاس العالم للمنتخبات في امريكا. ان شاء الله هيكون معانا بنسبه كبيره جدا جدا. خلاص اللاعب خلص كل الاوراق وهو مع منتخب مصر في كاس العالم الجاي. يعني حسام حسن هيضمه، اللاعب موافق وكل حاجه، وان شاء الله يكون معانا في كاس العالم. بعد كده نتكلم عن هادي رياض. هادي رياض مدافع النادي بتروجيت اللي بيتنافس عليه النادي الاهلي وبيتنافس عليه بيراميدز، وكان بيتنافس عليه الزمالك، لكن بيراميدز نادي الزمالك خرج من السباق. دلوقتي ايه الموجود؟ بيراميدز والنادي الاهلي. لكن دلوقتي في غضب من مسؤولين نادي بتروجيت. طب ليه الغضب ده؟ لان اللاعب راح عمل الكشف الطبي من غير ما مسؤولين نادي بتروجيت يعرف. نادي بتروجيت المسؤولين غضبوا جدا جدا من هادي رياض علشان الحركه دي. فدلوقتي النادي غضبان منه، لكن بنسبه كبيره جدا 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 اللاعب في النادي الاهلي.
لحد هنا تكون خلصت حلقتنا، يا رب تكون الحلقه عجبتكم، ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وتشترك في القناه وتعمل لايك عشان نوصل ل 1000 مشترك في اقرب وقت. استنوني في حلقه جديده. السلام عليكم.